فلما نزل على الأرض رجله عملت شكل في الأرض يعني. فأخذوا واسمي يوسف عبد العظيم يوسف، صانع فخار من البلد، من الحلة، قرية الحلة، أخوه نجع الفخور. المهنة بقى بتاعتك؟ مهنة وراثية. والدي كان معلم عبد العظيم، بس تورثت المهنة عنه يعني. المهنة بقى بداية العمل بتاعك ازاي وبتستخدمه؟ الشغلة بتشتغل يعني من الترى، من الطين اللي بيطلع من الأرض، تعمل بيه، تصنع بيه زير، وتصنع بيه موتر وقدوس حمام ومواسير وقلة وكل حاجة. المعدات بقى المكنة اللي احنا عليها ده اللي اسمه الحجر، الدولاب، هو بيسموه الدولاب، اسمه الحجر هو. اللي هو عبارة عن بقى بتمشي برجلك كله يدوي؟ يدوي بالرجل. الحجر ده كان يقولوا ان هو فرعوني. بس هو يعني الفراعنة اشتغلوا بيه، يعني عملوه هم. حتى على المعبد بتاع إسنا ده اللي عندنا ده، هنا ده في إسنا، ده معبد صانع الفخار. بس هي قبل الفراعنة برضه، إن هو سيدنا آدم لما نزل على الأرض طبعا عاوز حاجة يطهي فيها أكل. فلما بركات فلما نزل على الأرض رجله عملت شكل في الأرض يعني. فأخذوا وحرقوا، طهى فيه الأكل. فالمهنة دي مهنة من الأزل يعني، قديمة يعني. هذا وسط الزير ده بيبقى اللي هو النص يعني بتاع الزير، ده الوسط بتاعه. ومن هنا دي هو بدايته، دي البداية دي، وده الوسط بتاعه. وبره لو رحت تلقى النهاية بتاعته، يعني الشكل بتاعه بيدوا المنظر اللي بره ده. احنا دوك كده هنخلص يعني، وهنخش على المرحلة الأخيرة يعني، نوريك برضو المرحلة الأخيرة نوريها.